لكن في البداية معاي المرزوقي كابتن عبد الله، هارد لك الخسارة. كلمني شوي عن المباراة، شلون مرت عليك اليوم؟ كنت انت من اللاعبين اللي صراحة لاحظت عليهم يعني كثير مضغوط، كثير كنت يمكن بتفكر في المباراة. لا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أقول الحكم يعني مو شلون بلنتية لنا، ما هو حسب لنا شيء، كل شيء عكس يسوي، دفاع يعطيهم ضربة اسمها كورنر، كل شيء عكس يسوي، ما ذبحنا الصراحة. عقب يقولون أنا شوف أنا ما أحب أتكلم لا قناة الكاس ولا أحب أتكلم أقاحة، بس اليوم أقول يعني خلي تشوفون ايش سوى هو الحكم، خلي تشوفون كم بلنتي لنا، والله حتى عقب براعم ما خلي حكم. عبد الله انت لاعب كبير، المفروض انه ما يظهر منك هالكلام، يعني مهما كان تصريح انت محاسب عليه عبد الله. لما تقول الحكم ما يحكم، هذا حكم يمني واكيد نحن كلنا يعني نعتز فيه. يمني ايراني بحريني انا ما علي، لا تقول لي ما علي من يمني، ما علي من احد ولا علي. يحسبون الحكم، تشوفون الحكم سوى اليوم يحسبونه. كاس الخليج دي هالمره ولا كنا كاس الخليج كلها اخطاء. على الرغم ان الدكتور مديني رحيمي المحلل عندنا في قناه الدوري والكاس برنامج المجلس اشاد بالتحكيم اليوم يا عبد الله. اي تحكيم نتكلمون عنه قناه الكاس، خلي تشوفون عادل، خلي تشوفون. عبد الله انت كنت مضغوط في المباراه، انت حصلت على انذار ثاني، ما راح تلعب المباراه القادمه. مضغوط هو الحكم سوى، هو اللي خلونا ننضغط. يعني الحكم داخل المباراه مضغوط، الحكم خلي رجع روحه لا يحكم بقى خلاص.